بسبب إنها كانت خايفة من مواجهة أهلها. حياتها ضاعت. بنت محترمة جدا، متدينة، في تانية ثانوي، كانت جميلة جدا. ولد قرر إن هو يتجرأ ويروح يضايقها، فهي صدته وتجاهلته تماما. هددها وقال لها لو ما عملتيش اللي أنا عاوزه هبهدلك وهفضحك. وبالفعل لقيت إن صورها اتاخدت وبدأت تتفبرك على صور وفيديوهات خادشة للحياة، وبتتوزع على الناس اللي حواليها. مع التطور اللي احنا فيه، للأسف في برامج بيحصل عليها الموضوع ده بكل سهولة. فاللي يشوف الفيديو أو اللي يشوف الصورة يبقى واثق 1000000% إن هي حقيقية، ما فيهاش أي لعب نهائي. وابتزها كتير جدا وقال لها إن انتي لو ما عملتيش اللي أنا عاوزه هفضحك وهبعت الصور دي لأهلك. نشر الصور والفيديوهات، والبنت لقيت نفسها خلاص اتفضحت. ومن كتر ما الموضوع كان سيء وما كانش فيه حد واقف معاها، ابن عمها لما شاف الصور كلمها وقال لها أنا كنت أولى من الغريب. الفيديوهات والصور وصلت لأبوها، فالبنت طبعا انهارت أول ما والدها جه واجهها بالفيديوهات والصور وحكت له كل حاجة. هو كان مصدقها وعارف ان هي استحالة تعمل كده، لكن الأب والأم أدركوا ان هم فعلا واقعين في مشكلة كبيرة وفضيحة كبيرة، خاصة ان دي قرية والناس كلها تعرف بعض. الدنيا ضاقت على البنت بسبب عدم دعم الأهالي. لقيت نفسها ان هي في ورطة كبيرة، فلجأت لحل ان هي تنتحر. وللأسف انتحرت بقرص الغل، وسابت ورقة عليها كلام بسيط جدا: أنا بنت محترمة، أنا مش البنت اللي في الصور. قصة صعبة حقيقي. بنت جميلة محترمة في تانية ثانوي حياتها ضاعت. حياتها ضاعت علشان ما قدرتش تحكي لأهلها، عشان خافت. حياتها ضاعت بسبب ان يوم ما الصور وصلت لأهلها قال لها انا اولى من الغريب. ما راحش يتفاهم مع العيال دي ويربيهم، لا، ده ابتزها معاهم. عشان كده لازم ندي لأولادنا الدعم الكامل، لازم نحتويهم، لازم ما نخليهمش يخافوا مننا أبدا. ولو انتي بتتعرضي لأي ابتزاز من اللي أنا حكيته ده، لازم تطلبي المساعدة، ما تتصرفيش لوحدك أبدا.